انا نازل بقى يا حبيبتي اقعد على القهوه. نازل نازل فين بقى ان شاء الله؟ انت مش عارف ان بابا وماما جايين وجايبين الموسم وجايين؟ ما يجوا يا ست اهلا وسهلا، ده لسه قدامهم 3 4 ساعات على ما يجوا. انا ايه اللي يخليني افضل قاعد مربوط بالقعده دي؟ يا سلام يا اخوي، هو انت يعني لما تنزل هتعمل ايه؟ هتجيب الدب من ديله؟ وانا يعني لما اقعد اعمل لك ايه يعني يا ست انت؟ اهو نقعد نتسلى يا اخويا على ما يبقى يجوا. حاضر يا ست، اديني هترمي اقعد استنى اهلك على ما يجوا. منور يا بابا انت وماما. ده بنورك يا حبيبتي انت وجوزك. لا بس تسلم ايدك، الاكل كان جميل جدا. وحماتي برضو يا عمي اكلها ما شاء الله لا يعلى عليه. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي. انت عارفه يا امل، انا عارف انك بتحب التفاح، رحت نقيت لك احلى تفاح سوري. انت عارف يا ابو علي، الراجل كان عايز يضحك عليا ويجيب لي تفاح امريكاني، بس انا قلت له لا 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 دي بنتي. رحت غمزه كده من تحت الترابيزه ب50 جنيه، قلت له نقي لي 15 كيلو تفاح سوري وجبته لكم. اه ربنا يكرمك يا حماد، شكرا والله تسلم. انت عارف يا بابا، سلفتي اللي ساكنه فوقنا ابنها كان هيموت وياكل تفاح. والتفاح ايه المصري ده هو رخيص وما كانتش عارفه تجيبهوله، معهمش فلوس. خلاص يا بنت بقى ابعتلها شويه من اللي ابوكي جايبهولك، وريها الخير اللي ابوكي بيجيبهولك. ايوه يا ماما، ده انا هغيظهم. اما الكمثرى بقى يا بنتي يا امل، يا لهوتي، عسل يا بيه ودرجه اولى. ايوه يا بابا، كويس انك جبتها لي، كان نفسي فيها والله وعماله اقول له، يقول لي لا دي غاليه. وحتى لو غاليه، هو في حاجه تغلى عليك يا جميله انت؟ ده انا اجيب لك حلو الحلو كله. اه ربنا يخليك يا حماي، والله مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه. انت عارفه يا ماما، سلفتي السنه اللي فاتت محدش من اهلها جاب لها اي مواسم ولا اي حاجه، قاعده في البيت كده وزي خيبتها عماله تبص بس على الحاجات اللي انتوا بتجيبوها لي، ما عندهمش حد يجيب لهم حاجه دول ولا ايه؟ ايوه يا بنت، اطلعي تفسخري بالحاجات اللي ابوكي بتجيبها لك، وعرفيهم جوزك مناسب مين. اه طبعا، ده انتوا الخير والبركه كلها والله، مش عارفين نقول لكم ايه، ربنا يخليكم لين. وكمان يا امل جبت لك علبه الحلاوه اللي انت بتحبيه، وخليته يعملها لي ايه، مش سوبر، لا سوبر لوكس. ده قال افهم حاجه عنده واغلى حاجه عنده. اه مش خساره فيك يا حبيبتي، ده انت حبيبه قلب ابوك. شكرا يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب، ده انا هطلع اوزع عليهم واحد واحد كل الحاجات اللي انت جايبها لي، وريهم انت جايب لي ايه، ووري حماتي انت جايب لي ايه. اه طبعا وريهم، ده حاجات فخره وغاليه. وبصي انا حاطط لك في الكيسه كده فلوس مبلغ كده كويس، خلي معاك كده في جيبك لو حبيتي تشتري حاجه. شكرا يا بابا، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يلا بقى نستأذن احنا بقى عشان انا ما عدتش فاضي، انا ورايا مصالح. مع السلامه يا حبيبتي، هتوحشوني قوي. وانت كمان يا ماما. سلام يا ماما، سلام يا بابا. شفت يا حبيبي المواسم والحاجات اللي بابا جايبهم لي؟ شفت؟ شفت يا ستي، شفت ابوك وهو قاعد متفشخر، وانا جبت وسويت ودفعت وعملت. شفت، والله العظيم 3 شفت. وانت مالك يا اخويا قاعد كده ليه مقموص كده ليه وزعلان كده ليه ومنكد كده ليه؟ وكان ايه لازمته يعني تجيبي سيرة سلايفك واللي ابنها عاوز واللي ما جابتش واللي جابت؟ لازمتها ايه يعني العك ده؟ عادي، وايه المشكله؟ انا بحكي مع حد غريب؟ انا بحكي مع ابويا وامي، يعني هو الكلام يطلع بره؟ ملوش لازمة نجيب سيرة الناس وناخد ذنوب على الفاضي. انا عارفه ان انت قاعد متغاظ من الحاجات اللي ابويا جايبها لي، وانا قاعده اتحايل عليك عشان تجيب لي كل جمتها، ما انتش راضي. انا هتغاظ من ابوك ليه؟ ابوك قاعد بيتفشخر وكلها فشاخر كداب. ايوه ايوه يا اخويا، طلع كل اللي جواك، طلع الحقد والغل وكل اللي جواك ده يا اخويا. انت هبله يا بت انت ولا هبل؟ تعالى كده امال، وايه الفشخره الكدابه اللي فيكوا دي؟ مسخره؟ هو انت كنت طول تحلم تناسبنا يا اخويا؟ انت تحمد ربنا على الخير اللي ابويا جايبهولك. خلي ايه ده ياما اللي ابوكي جايبهولي ده؟ هو الموسم ده بيكفينا سنه ولا حاجه؟ انت هبله يا بت انت ولا هبل؟ يا سلام، هو بيبعت لي في الموسم بس؟ ده كل شويه يبعت لي قد كده احطه في الفريزر، وتكون مبسوط انت كمان يا اخوي، وتقول لي حمايه جايب وحمايه مسوي. انت نسيت ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش الرطرطه وكلامك كتير. بقول لك ايه يا بنت الناس، عاجبك تعيش معايا مش عاجبك خد الموسم اللي انت فرحانه بيه وروحي لابوكي عيش معاه، هو ده اللي ناقص. وماله يا اخوي، هروح اقعد في خير ابويا اللي انا عايشه فيه طول عمري، واحط رجلي يمين على رجلي شمال، وانت هترجع تشحت علشاني عشان ارجع لك هنا البيت. طب خدي يلا من وشي.